اللي مش هيجرب المسقعة بالطريقة الهايلة الخطيرة دي بجد هيفوتوا كتير قوي، لازم تجربوها. مسقعة باللحمة المفرومة احنا كنا هناكل صوابعنا وراها، فظيعة. انتوا اصلا شايفين شكلها بيتكلم عنها. تعالوا نشوف المكونات. المكونات اللي معانا: انا استخدمت ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا كيس صلصة من المجمدة اللي انا مخزناها. معانا التوابل: ملح، فلفل اسمر، والسبع بهارات، ومعايا مكعبين مرقة، ومعايا في حدود كده 6 بتنجان رومي هستخدمه، وبصلتين كبار زي ما احنا شايفين كده، ومعايا معجون صلصة معلقتين كده، ومعايا فلفل حامي لو انا عايزة حامي، ورومي. وهبتدي ان انا اقطع البتنجان مكعبات كده وانزل عليه برشة من النشا والدقيق علشان طبعا ما يشربش مني زيت كتير. بستخدم معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا. على طاسة بقى على البوتاجاز انزل بالنار بتاع الزيت بتاعي، ولما يقدح انزل بقى بالبتنجان بتاعي اللي انا قطعته مكعبات بالشكل ده، وابتدي ان انا اقليه كده. وطبعا علشان معلقة النشا والدقيق اللي احنا ضفناهم هتفرق جامد ومش هيشرب دقيق مننا كتير. بالشكل ده ابتدي بقى ان انا اقلب لغاية ما كله ياخد لون ذهبي، وابتدي ان انا اطلعه في طبق. يا جماعة بجد لازم تجربوا المسقعة بالطريقة دي، خطيرة 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 خطيرة. طعمها كله اتهبل عليها وخلصت في ساعتها، يعني بجد ما تبقاش منها اي حاجة، خلصت على طول. وادي البتنجان بقى بعد ما احنا طلعناه بالشكل ده، هنزل بقى على اخر شوية بتنجان بالفلفل بتاعي بعد ما قطعته حلقات. طبعا انا استخدمت حامي عشان انا بحبها تبقى حامية، واستخدمت رومي. هنا بقى هنزل في الصينية اللي انا هعمل فيها المسقعة بالسمنة والبصل المتخرط بتاعي. احنا كنا قلنا بصلتين كبار، هبتدي ان انا اخرطهم وانزل بيهم كده على الطاسة بتاعتي علشان اشوحهم زي ما احنا شايفين كده، يبتدوا يتشوحوا. وانزل بعدهم بالصلصة بتاعتي المجمدة. طبعا هي هتفك مع النار كده وهتدي طعم جميل. انا دايما بحب اجمد الصلصة، بحب اخزنها، اجيب طماطم مسبكة زي اي بيت مصري، وانزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي انا مجهزاها، وانزل بمكعب المرقة، وابتدي ان انا اقلب كل ده مع بعض، وانزل بقى البتنجان بتاعي اللي انا قليته في الزيت، وابتدي بقى ان انا اقلب واخلط كل الحاجات دي مع بعض، وعشان كله ياخد من طعم التوابل والصلصة. بجد خطيرة، لازم 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 تجربوها. بعد ما يغلوا شوية ويتسبكوا ابتدي بقى ان انا انزل باللحمة المفرومة بتاعتي. طبعا بقى اللحمة كمان هتنزل شوربتها وهتدي طعم خطير. اللحمة بتدي الطعم كده بالشوربة بتاعتها، نحطه في اي حاجة كده اللحمة المفرومة تدي طعمها كده بيبقى خطير خطير خطير. وندخلها بقى تحت الشواية كده شوية طبعا في الفرن، وتطلع معانا احلى واجمل واخطر مسقعة ممكن ناكلها في حياتنا. شايفين شكلها جميلة 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 وحمرا وتحفة، وطعم اللحمة فيها خطير خطير خطير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. باي باي.